أنا مدير هادي وما ينفعش أبدًا إن المدير يكون كده. تعالَ لي كده مدير لمّا أقول لك هو في فرق كبير أوي ما بين الهدوء والضعف، ما ينفعش أبدًا إن المدير يكون ضعيف، لكن هو لازم المدير يكون هادي. الفكرة كلّها اللي أنت تستغل الصفة اللي على فكرة كتير أوي بيحلموا إن هم يكونوا مديرين هاديين من كتر ما هم عندهم انفعال وعصبية واندفاع وقصص كده، إن هم يكونوا هاديين. الفكرة كلّها أنت بتستخدم الهدوء ده إزاي؟ لإن اللي بيفصل ما بين الهدوء والضعف حاجتين. أول حاجة الحزم، لازم قراراتك تكون ثاقبة حاجتك كلّها واضحة ومترتبة في point والتعليمات بتتقال بشكل فيه حزم وثقة. تاني حاجة حدود، أنت حاطط حدود لنفسك، فأنت عارف كويس أوي إيه اللي بتقبله وإيه اللي ما بتقبلوش، وحاطط حدود للموظفين عندك كمان، وحاطط حدود لمديرك هو يتكلم معاك إزاي وما يتكلمش إزاي. من غير الحزم والحدود أنت بتتحول من الهدوء للضعف. فقبل ما بادخل اللي أنا أعلّم المديرين مهارات تواصل أو إقناع أو كل المهارات إزاي نتعامل مع العالم الخارجي بتاعنا ده، أنت لازم تتعامل مع جواك الأول، لإن لو أنت بتقول على نفسك هادي فده معناه إن أنت عندك هدوء في أفكارك وفي مشاعرك وفي سلوكك، وده ظاهر على كل اللي حواليك، ووقتها استحالة هتكون بتشتكي من الصفة القوية دي. لأن الهدوء قوة، لأنه عكس الضعف، فالهدوء والقوة في نفس الكفة وقصادهم الضعف. فلو أنت مستعد إنك تمشي رحلة فيها تعامل مع أفكارك ومشاعرك وتوصل لحالة الاتزان والهدوء الحقيقية اللي هي كلها قوة وحزم، ابعت لي رحلة انضباط، لأن هي دي الرحلة اللي بيمشيها كل المديرين قبل ما يبدأوا يتعلموا المهارات التقنية اللي بره، وهبعت لك وقتها كل التفاصيل.